السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. في البداية كده قبل ما نشوف الطبق الجميل ده عملناه ازاي، بحب اشكركم جدا 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 على كل كومنتاتكم الحلوة اللي انتوا بجد بتشجعوني ان انا افضل مكملة ونشوف كل جديد مع بعض. الطبق الجميل اللي عملته ده مكرونة بالوايت صوص والفراخ والريحان. معايا دي مكرونة جات لي بقى من ايطاليا كده، فقلت بقى ايه اعمل بيها وصفة تستاهل كده. المكرونة الحلوة دي مكرونة شرايط، تقدري تعمليها باي نوع مكرونه او تعملي بالبنه اللي هي بتاعه البشاميل. معايا هنا صدور فراخ مقطعه، ومعايا كوبايه ونص من اللبن، ومعايا معلقتين دقيق، ومعايا هنا فصين توم مهروسين، وهنا اوراق ريحان. طبعا انا زرعاها عندي في البلكونه، وهقول لكم ازاي ان انا بحافظ عليها خضره كده، وهوريكم ان شاء الله شكل الريحان بيبقى عامل ازاي. متقدريش تجيبي من عند العطار ريحان مجفف عادي. وكمان معايا ملح، هحط بقى ايه الميه تغلي للمكرونه في حله او في طاسه غويطه، وهحط المكرونه زي ما هي كده. دي شرايط تقدري تعمليها برضو بسباكيتي، مفيش مشكله. بس كده حبايبي، هنزل بقى اسيب المكرونه لما تغلي معايا وتستوي. اروح بقى ايه هشيلها في المصفى. المكرونه ما بتاخدش وقت خالص، خلاص غلوتين كده اهو، وهبدا ان انا اشيلها واحطها في المصفى، وهديها شطفه كده حلوه علشان لو فيها نشا او اي حاجه. بصوا بقى الشرايط دي شكلها حلو ازاي، علشان تبقى كده مفرفره معايا ومتبقاش ملزقه في بعض. تمام كده اهو. بصوا بقى انا طلعتها كده، وهحطها بقى ايه تحت الحنفيه، اديها شطفه بس خفيفه. بس كده. وفي نفس الطاسه بتاعتي او في نفس الحله هنزل بمعلقتين كبار من الزيت، او تقدري تعمليه بزبده صفرا عادي، بس انا بصراحه عملتها بزيت عشان تبقى خفيفه شويه بس. وهنزل بالفراخ دي معايا حوالي 4 قطع من الصدور او ربع كيلو يعني. مقطعاها كده شرايح طويله، هديها كده صدمه لغايه ما لونها يغير بس، وهنبدا نشيلها. بس كده. طبعا النار تكون عالية علشان الفراخ ما تنزلش مية. اهو هنزل عليها برشة من الفلفل الاسمر، وبعدين اهو شايفين بقى لونها غمق معايا اهو. هشيلها كده، وفي نفس الزيت او الزبدة اللي انت شغالة بيهم هنبدأ نعمل الصوص بتاعنا عبارة عن ايه؟ معايا معلقة كبيرة من الثوم او فصين توم مهروسين، يا دوبك هديله تشويحة بس كده اشم ريحته. هنزل عليه بالدقيق، اوعي تسيبيه يحمر قوي علشان ما يغمقش حبايبي الصوص الابيض بتاعك. اهو هنزل كده بمعلقتين من الدقيق. وعايزه اقولك على معلومه مهمه، ان الوصفه بتاعتنا دي بتتاكل على طول، يعني بمعنى ما ينفعش احط المكرونه اقلبها على الصوص واسيبها، لا المكرونه بتشرب الصوص بتاعها. لكن لو انت حابه تجهزي حاجتك ممكن تعملي الصوص بتاعك وتركنيه، والمكرونه مسلوقه، وساعه التقديم بتحطيهم على بعض. دي برضو حاجة مهمة. خلاص انا الدقيق كده يا دوبك بس تقلبتين كده، وبعدين نزلت عليه بمج ونص من اللبن، او على حسب كمية الصوص اللي انت عاملاه، او حسب كمية المكرونة. بس كده. وهقلب بقى تقليبة حلوة، افكك كده الدقيق. اهم حاجة الصوص بتاعنا بيبقى خفيف. بس يا حبايبي كده. وبعدين هجيب بشرة من جوز الطيب الفريش، بتديله ريحة حلوة جدا جدا. عايزه اقول لكم جوزة الطيب انا ما بحبهاش، بجيبهاش من عند العطار مدقوقه او بودر، لا انا بجيبها وابشرها في ساعتها كده. وهنزل برشه من الملح ورشه من الفلفل، حوالي ربع معلقه من الملح كده، ظبطي الطعم بتاعه. وكمان هقطع اوراق ريحان. عايزه اقول لكم بقى الريحان دي بتديله نكهه جميله جدا جدا. اهو بصوا بقى كده، خلاص الصوص بتاعي هقلبه بقى كده. شايفين خفيف ازاي ولونه جميل، والقوام بتاعه مظبوط، هو زي البشاميل بس ايه اخف شوية من البشاميل. بس كده. هنزل بقى بالفراخ تاني اهو كده. الفراخ تكمل بقى ايه طعمها من الصوص كده. الصوص بتاعي جاهز. لو انتي مش هتبقي جاهزة على الغرف، ممكن تقدري انك انتي تعينيه بقى كده، والمكرونه لوحدها، وساعه التقديم بتحطيهم على بعض. المكرونه معايا اهي، مش هحط عليها غير حوالي بس معلقه من الزيت كده، علشان تبقى المكرونه مش ملزقه ومفرفره كده معايا. اهو نزلت بقى بيها على الصوص عشان انا هقدم طبق على طول. هقلب بقى كده الفراخ في الصوص بالمكرونه.
اهو. وهجيب بقى طبق التقديم وهغرف فيه معاكم احلى مكرونه واخف مكرونه. الولاد هيحبوها جدا. تقدري تعمليها جنب اصناف. انا كنت عامله جنب معاها صنف فراخ كده، هبقى انزله لكم، كنت عاملاه في روتين. وكمان تقدري كمان تعملي معاها، تعمليها في عشوة بالليل، خفيفة ومش مكلفة، جميلة جدا، والولاد هيحبوها ومغذية. هقدم بقى، جبت الطبق بتاع التقديم بتاعي، وهقدم بقى المكرونة بتاعتي الخطيرة دي. هي مش محتاجة اي تزيين ولا اي حاجة، غير هنحط عليها بس شوية من الجبنة الرومي المبشورة. تقدري كمان لو عندك جبنة شيدر تحطي فيها جبنة شيدر او جبنة موتزاريلا في الصوص، هتبقى جميلة جدا. بس عشان ما تبقاش تقيلة قوي، فانا حطيت عليها جبنة رومي كده من فوق، وكمان حطيت عليها اوراق الريحان. واحلى طبق مكرونة بناكله في الكافيهات بره غالي جدا، عملته في البيت بمكلفنيش حاجة. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعتي النهارده. لو عجبتكم بقى ما تنسوش الشير واللايك لمطبخ اسوم، وتفعلوا الجرس وتعملوا سبسكرايب اللي لسه ما اشتركش. بحبكم جدا، اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم.